طبعا نتذكر اول ما جيت للكاستنج اللي هو مع المخرج، نوجه له تحيه المخرج والاستاذ ياسر سامي، مخرج من دوله مصر الشقيقه، وكذلك الكاتب عمر عبد الحليم. يعني اسامي تبارك الرحمن معروفه في الوطن العربي. نتذكر اول ما جيت قالوا لي انت نبو نستفيدوا منك، جنا معلومات انك كنت مقاتل في القوات الخاصه الصاعقه الليبيه في ارض الواقع، فنستفيدوا منك تحكي لنا وتورينا فيديوهات وتورينا مشاهد اللي كان في أرض الواقع. والحمد لله أعطيتهم ما يقارب عن 32 فيديو فاستفادوا منهن. فبعض من المشاهد في المسلسل العبد اقتبسوها من الواقع، وفي نفس الوقت اللي مصورهن داروهن في السيناريو، وبما فيهن يعني حاجة واثنين ما يقارب عن 35%، يعني بحكم اني انا متواجد معاهم. هذينا مشاهد كانت دايرهم في الواقع مصورهن، فخذوهن وكتبوهن حتى في السيناريو. مفتخر بالشيء هذا اني عشتها في الواقع، وان شاء الله يا ربي نكونوا نقدموا حاجة حلوة وملحمة تاريخية. ويعني الشيء هذا بصدق ومان ان تمنينا أن يصير من قبل بعد تحرير من الإرهابيين في مدينة بنغازي ومدن جميع مدن ليبيا. تمنينا يصير وقتي، لكن الحمد لله بفضل الله والقيادة العامة أن أشرفت على هذا الشيء، فنوجه لهم التحية ونقول لهم إن شاء الله يا ربي من تفوق لتفوق. وإن شاء الله يا ربي شخصية الضابط شبران انتظرونا، وهي طبعا شخصية على أرض الواقع. وسبحانك ربي يعني الشخصية هذه ذكرتني إني كنت في المحاور، يعني ذكرت مواقف، ذكرت مسك السلاح، ذكرت يعني الهتافات اللي كان يصيرا بين المقاتلين. بعض من المشاهد بعد يستشهد حد في العمل، ذكرت في أرض الواقع شن كانوا وكيف كنا نسعفوا فيهم.